تارت الكنافة بالفراولة، أحلى حلو هتحلي بيه بعد الفطار. هتعمليه في ثواني وهتحضريه في ثواني وهيطلع معاكي في منتهى اللذاذة والطعامة وكأنك جايباه من أحلى محل حلويات، يعني وأشهر محل حلويات ممكن تجربيه. هتطلعيه في منتهى الجمال، السكر بتاعها مظبوطة خفيفة جدا جدا، سهلة ولذيذة وسريعة، وفي نفس الوقت مش هتحتاجي أي مكونات، كلها مكونات متوفرة في كل بيت، وهتطلع معاكي أحلى حلو هتحلي بيه في رمضان. ان شاء الله لو عجبتكم الوصفة كملوا الفيديو للآخر، ولو كنتي مش مشتركة في القناة اشتركوا وفعلي الجرس، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. علشان نحضر طرت الكنافة الرهيب اللي احنا عاملينه محتاجة هنا ربع كيلو من الكنافة. انا هنا عاملة صينية صغيرة مقاس 24، فاستخدمت ليها ربع كيلو من الكنافة. جبت الكنافة كده وقطعتها قطع صغيرة بالشكل او تقدري ان انت تفرميها في الكبة او تقطعيها بالسكينة او بايدك ايا كان. وبعد كده جبت معلقة كبيرة من السكر البودر، وبدأت ان انا اقلب الكنافة في السكر البودر كويس جدا. بعد كده بجيب بقى الصينية بتاعتي، صينية يكون الحرف بتاعها واطي، او الصينية بتاعت التارت او البيتزا اللي متوفر عندك، وببدأ ان انا احط فيها سمنة كده كمية حلوة كده من تحت، بحيث ان هي الكنافة لما تيجي عليها تاخد كده تتشرب كمية حلوة من السمنة، وكمان تتحمر معانا بشكل كويس وتدينا اللون الحلو في الاخر. باجيب بقى الكنافة كده وببدأ ان انا اوزعها على الصينية بتاعتي بالشكل وببدأ ان انا اعمل لها حرف كده من على الجوانب بالطريقة دي، واتاكد ان كل الصينيه متوزعه بشكل متساوي علشان ما تطلعش حته تخينه وحته رفيعه. كل الصينيه كده تكون متساويه، وكمان بعد كده هنضغط عليها ونتاكد ان هي مظبوطه ومكبوسه كويس جدا، علشان الكنافه بعد كده تطلع معانا متماسكه، مش مفرتكه من بعض ولا مفروله، ولا واحنا بناكلها تتقطع مننا. اهم خطوه ان انت تكبسي الكنافه هنا كويس جدا. فبجيب كده اي كوبايه، اي يعني اي صينيه اصغر منها تقدري ان انت تستخدميها وتحطيها فوقيها، وتضغطي عليها كويس جدا بحيث ان الكنافه تتكبس في بعض وتمسك في بعض، وبعد كده تطلع معانا متماسكه ويطلع معانا قالب الطارت حته واحده كده، ومش مكسر ولا مفرتك مننا حتى بعد ما نقطعها. بعد ما كبستها كويس جدا وعملت الحروف وسكنت الحروف كويس قوي، بجيب بقى السمنه بتاعتي حوالي نص كوبايه من السمنه، ببدا ان انا اسيحها واوزعها على كل صينيه الكنافه بالشكل ده. برش بيها كده السمنه كويس قوي، وادخلها الفرن لحد لما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه واول ما تطلع بسقيها بالشربات التقيل البارد. بتاخد حوالي نص كوبايه صغيره من الشربات، مش بكتر لان لسه احنا هنحط كريمه وهنحط فراوله، فما يبقاش السكر كتير فيها. احنا اصلا كده كده الكريمه مش حاطين فيها سكر غير معلقه واحده بس كده، وبركنها على جنب بقى تشرب الشربات براحتها. وبعمل الكريمه، علشان احضر الكريمه معايا نص كوبايه من الكريم شانتيه، ومعايا معلقه واحده بس من السكر، واحده بس، لان طبعا احنا مستخدمين الكنافه مسقينا شربات، فعشان ما يبقاش السكر فيها كتير يبقى متعادل. وبحط عليها كوبايه صغيره من الميه المتلجه وبضربهم كويس جدا. وبعد ما اضربهم ويتقلوا بالقوام بنزل عليها ب3 معالق كبار من موس الفراوله. بودره موس الفراوله بجيبها من عند اي مستلزمات حلواني، لو مش متوفره عندك تقدري تحطي بدلها مربى، تقدري تستخدمي بدلها الكريم شانتيه بطعم الفراوله، تقدري تحطي بدلها 3 معالق كبار من بودرة الايس كريم بطعم الفراولة، بحيث ان احنا نعزز الطعم او نكهة الكريمة اللي احنا عاملينها. تقدري تحطي من بدلها مربى فراولة زي ما قلتلك وتستغني عن السكر. تقدري تحطي صوص فراولة برضو بيبقى فيه سكر، فانت تستغني برضو على السكر. انا استخدمت النهاردة 3 معالق كبار من موس الفراولة، ضربتهم بالشكل لحد لما بقت معايا بالقوام والجمال واللون اللي انتوا شايفينه ده، لونها بينك كده واخدة من لون الموس اللي احنا حاطينه. فببدأ كده ان انا افردها بقى خلاص. الكنافة عندي اتشربت بالشربات كويس قوي. ببدأ بقى ان انا افرد الكريمة عليها بالشكل وكمية الكريمة اللي انا عاملاها مظبوطة جدا على القالب مقاس او صينية مقاس الطارت مقاس 24، يعني مظبوطة جدا على القالب او الصينية دي. فتقدر ان انت لو هتعملي كمية او صينية اكبر تقدر ان انت تضعفي مقدار الكريمة، وانا برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف في الديسكريبشن تحت. وبعد كده بعد ما فردت الكريمة كده بالشكل بجيب بقى عندي فراولة مقطعاها بقى مكعبات شرايح زي ما انا عاملة.
مقطعاها نصاص ايا كان بقى علشان نزين بقى وندي الديكوريشن النهائي، ونعرفها ان اللي هياكل كنافة بالفراولة. يعني احلى حاجة، احلى كمان من المانجا، كمان جربوها لذيذة جدا. فبرص كده عليها الفراولة كده حوالين داير بحيث ان هي تدينا كده شكل حلو، او لو انتوا عايزين تحطوها مكعبات تقطعوها مكعبات وتحطوها فوق الكريمة او تقلبوها مع الكريمة اللي انتوا حابينه، يعني يرجع لكم. انا كده زينتها بالشكل ده، قطعتها شرايح وبدأت ان انا ازين بيها الطبق كده حوالين داير. وبعد كده ما بخلصها كلها علشان بقى الفراولة تبقى معانا فريش لتاني يوم وتبقى كده صبحة وجميلة، ببدأ ان انا اجيب الجيلي التلميع. انا جيلي التلميع ده انا مستخدماه على السخن، لو متوفر عندك على البارد تقدري ان انت تستخدميه، مش متوفر عندك تقدري بعسل نحل تقيل او شربات تقيل ان انت تدهني بيه الفراولة بتاعتك بحيث ان هي تبقى صبحة وفريش معانا. او تقدري ان انت تستخدمي جيلي فراولة برضو تلمعي بيه، ولكن انا استخدمت جيلي التلميع بتاع الفواكه وحطيت له بس نقطة لون احمر علشان يدينا اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. خلصتها بقى كده وبتقدري بقى تقعديها في التلاجة المدة اللي انت عايزاها. يعني انا اكلتها تاني يوم كانت في منتهى الجمال، والفاكهة قعدت صبحة وحلوة جدا جدا. وبس كده، هي دي كانت وصفتنا النهارده، طرت الكنافه بالفراوله. جربوه ان شاء الله هيعجبكم جدا جدا، وقولوا لي كل الوصفات اللي انتوا عايزين نعملها في التعليقات تحت، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.